الناس اللي متابعين عارفين ان انا مش بحلل ماتشات، بحلل حالات او مصطلحات. مش قصه كده، قصه ان انا مش فاضي مثلا بذاكر وكده، فما عنديش وقت احلل الماتش. فلما بلاقي حاله او طريقه الناس عايز تفهمها او مصطلح حد عمله، فبعمل ساعتها فيديو. فحد قال لي اعمل حاجه لمرموش، قلت له ما انا عملت له ماتش زيمبابوي لان هو نفذ مصطلح. بس جيت افكر في الماتش ده لقيت ان مرموش عامل مصطلح. انت فاهم يعني؟ وحتى عندي حالتين في الفيديو ده، الحاله الاولى مصطلح مرموش، والحاله الثانيه طريقه، ومرموش برضه عمل حاجه حلوه فيها يعني هنشوفها. الحاله الاولى هبدا بمرموش ان هو زي ما عمل لنا مصطلح في الفيديو الاولاني اللي عملته بتاع جون زيمبابوي. ارجع شوف الفيديو عشان تعرف ايه هو المصطلح. عمل لنا مصطلح جديد النهارده ومن غير ما يلمس الكوره. اما الحاله الثانيه في الثنائيه اللي بيشتغل عليها امام ومرموش مع بعض من اول البطوله، اللي يركز لحد ما المكنه طلعت قماش. يلا بينا نبدا بالحاله بتاعت الهدف الثالث. ركز هنا، مرموش اهو، واخد لي بالك؟ المفروض امام رايح على مرموش. طب مرموش ليه ما يطلعش لقدام معاه بقى؟ بص مرموش عمل ايه. مرموش بص راح مكان امام. هو فضله مساحه، احنا عارفينها دي. لكن هنا بقى يا صاحبي مرموش طبق الانترتشينج اوف بوزيشنز، وده اللي مشتق تحت الروتيشنز عامه، اللي منها الكفر اند بالانس. هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك هنا الراجل كفر غطى مكان امام، وبالانس وازن الملعب عشان لما امام راح ما سابش مكانه فاضي، والكره لو اتردت عمر مرموش يبقى موجود مكان امام. فالموضوع مش انه يفضي مساحه لامام عشان يروح بس، فالتحرك يعتبر اسيست. بص هنا بيكفر ويبالانس الملعب اهو، وامام طبعا الراجل اقتحم المساحه على طول. وش رجل امام الخارجي يا جماعه في حته تانيه. فانا قلت لك اللي هو اسمه انترشينج اوف بوزيشنز، مش روتيشنز، عشان روتيشنز كلمه عامه قوي يعني. والكفر اند بالانس مش موجود في الدفاع بس ولا نص الملعب بس، ده موجود في كل حته في الملعب بيتعمل فيها كفر اند بالانس في مواقف في الماتش زي ما انت شفت. بص هنا مرموش مرضاش بص يدخل يقتحم ال 18، فضل واقف مكان امام عشان ما يسيبش مكان امام فاضي. وده اللي يثبت لك كلامي. يلا بينا بقى نشوف الحاله الثانيه بتاعت امام ومرموش، الثنائيه بتاعتهم وازاي اتطورت على مدار البطوله. ركز معايا هنا، بص ده امام اهو. امام بص مرموش. امام معظم لما يمسك الكوره كتير على طول يروح راميها لمرموش على طول. بص هنا ما جاتش قصيره. بص هنا مرموش فين وامام نفس القصه على طول. ويا سلام يا مرموش برضه على يا جماعه. لا معلش لازم اقول حاجه. بص هنا يا جدعان النص دايره اللي عملها مرموش علشان الاوفسايد ويفسح لنفسه ازاي. بص اهدي النص قطر ده. يا سلام بس طويله. بص بقى هنا الجون. طبعا الناس كلها اتكلمت عن الجون كان نتيجه الضغط والتقفيل اللي كان عامله مصر. بص على طول شفت هنا. هنا بقى مرموش خلاص حفظ الباص بتاع امام، وامام حفظ توقيت بتاع مرموش. انت فاهم؟ خلاص يعني مرموش ما بقاش مستني امام يرميها قدامه، ولا مستني هو يرميها قصيره. هو عارف امام هيلعبها ازاي. انت فاهم؟ خلاص حفظوا بعض. هو عارف ان هو هيقطع مش هيرميها له قدامه. وطبعا التاني بتاع كوت ديفوار فاكره هيلعبها له قدامه بقى اسحب سبرنت مع مرموش. لا خالص، ده انت لازم تفرمل بقى اللي هو يجري قدام والكره تبقى قدامه. لا مرموش صدم اللي هو لا احنا الباص هيبقى وراك يا معلم، وانا اللي هعمل يوتيرن واغير على طول. على طول في ده تفكير في اقل من فيمتو ثانيه. فاللي حصل بين امام ومرموش ده تجانس، فهم مشترك للمساحه. ده عارف امام هيلعبها له فين، وامام عارف مرموش هيتحرك له ازاي. فدي ما جاتش صدفه، ده اكيد كمان في التدريبات اشتغلوا مع بعض بجانب اللي احنا شفناه يعني. اما بقى المشترك في الحالتين فهو التوقيت. وقد ايه اهميه التوقيت في الكوره. اي حاجه عايز تعملها في الكوره من غير التوقيت الصح صفر. كان معكم حازم زناتي. حد بيحب يعرف الكوره بتتلعب ازاي. سلام.